يعني حتى لما الواحد بيتفرج على الافلام القديمه تحس كده ايه بشياكه الحلوانيه، يعني شياكه المكان اللي فيه الحلواني. حتى كان في لبسهم كان في شياكه، يعني لما كنت بتشوف مدير المحل لابس الجاكيت الابيض والبيبيونه السوداء وطالع في الكاترينج. احنا ما زلنا بنعمل كاترينج لغايه دلوقتي لزبايننا، يعني مش فاتحينها قوي للبابليك، بس لزبايننا لازم بنودي لهم زباينكم الاصال اللي هم عارفيننا، اللي هم طلباتهم عندنا يعني. فيروح برضه مدير من عندنا بالبدله والستاف وي بطريقتنا، يعني ما غيرناهاش يعني. فهو كانت بتتطلب كده. يعني انت ما انت برضه تخيل الاسماء اللي انت ذكرتها دي، انت رايح لبهاء طاهر البيت، ولا رايح للست ام كلثوم، ولا لمحمود بيه صلاح، ولا للفريق ابو شهاب. الناس ست ام كلثوم كانت ساكنه هنا، اكيد كانت من الزباين. ده كان لها الباريستا بتاعها. احنا كان عندنا 2 باريستا، عربي وهاشم. هاشم الباريستا بتاع ام كلثوم، وعربي الباريستا بتاع عبد الحليم، الباريستا اللي بيعمل القهوه. تمام. خلينا نتكلم عن المؤسسين. هم مين بقى؟ المؤسسين هو مستر سيمنز، اللي هو ده في اسم حد يعني؟ هو اسمه سيمنز. ده حلو جدا جدا. ومارسيل ومصطفى اللي هو بواقي عيلة السقا. كلنا هي شركة واحدة. دول اللي أسسوا. كان في حد عنده سر الصنعة؟ كلهم معاهم سر الصنعة عن طريق تيم كامل. يعني انا مثلا وانا قاعد معاك دلوقتي ممكن اوريك صور وانا معلم ابني ازاي يعمل البقلاوه. اتعلمت ابنك الصنعه وفي المطبخ، واقف في المطبخ. هايل، برافو. اتعلم يعني درس. هو درس طبخ عندي انا في مصنعي، في مدرستي. هو نيجي ندرس في مدرستي انا، لان احنا برضو مدرسه مختلفه. يعني سيمنز مدرسه حلواني مختلفه خالص. فهو اتعلم حاجه لكن درس عندك من وهو في 5 ابتدائي. اشمعنى مسك لان هي اصعب حاجه عندنا، واحنا بنعملها مختلفه جدا عن العالم كله. يعني احنا بقلاوتنا كان الناس تقول لك البقلاوه تركي او سوري. لا، البقلاوه مصري واحسن من السوري والتركي. البقلاوه مصري. تاريخها ايه بقى؟ تاريخها بص، هو الميديترينيان كله، كل الميديترينيان كونتريز بتعمل بقلاوه. فلسطين، اردن، لبنان. لكن هي بتاعتنا. طبعا. من امتى بقى؟ زي ما المسقعه بتاعتنا وزي والملوخيه بتاعتنا. والملوخيه الفلافل بتاعتنا غيرنا بيعملها. قول لي بقى القصور الملكيه، تعاملتوا مع فتره القصور الملكيه زيكم، زي جروبي، زي الامريكين، زي حاجات كتير منافسين. تعاملتوا في الفتره دي ازاي بقى؟ بص حضرتك، احنا عندنا ريسيتس، وعندنا يعني حاجات تثبت ان احنا كنا البيكري والحلواني بتاع القصر الملكي لسنين، مش سنه. يعني هو كان انتوا يعني احنا الكيتر فقط لا غير، ولا كل المنافسين؟ والله المنافسين يعني لو عندهم البروف ده يبقوا معانا، بس احنا معانا الحساب الشهري والحساب الاسبوعي للقصر الملكي. عندي وصل بكده. طيب الباريستا اللي كان بيعمل الاستاذ عبد الحليم قهوته، عم عربي، الاستاذ هاشم، ام كلثوم، يعني هم كانوا بييجوا ياخدوا القهوه هنا عندك؟ هم كانوا يعني انا عاصرتهم لغايه ما كان عندهم 90 سنه وما كانوش عايزين يطلعوا معاش. الباريستا عم عربي وعم هاشم لغايه من 15 سنه كانوا هم اللي بيشتغلوا بايديهم، بيشتغلوا بنفسهم. ده المكنه القديمه كانت جزء منهم، يعني المكان اللي كانوا بيقفوا فيه ده جزء منهم. وكان يجي بعربيته، يركن عربيته في اخر الشارع ويجي يمشي عشان يجي يفتح الصبح الساعه 6 الصبح، وعارف مين زباينه اللي جايه له. الزمالك هنا طبعا كانت مليئه بالاسماء. عندك هنا جنبك استاذ يوسف شاهين طبعا، استاذ بليغ حمدي مكتبه هنا جنبنا على طول، مدام سعاد حسني، مرحبهم جميعا. وفي مين تاني؟ ده في عزت ابو عوف، محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الوهاب طبعا، سعاد حسني، سمير صبري، سمير صبري كان من مدام فاتن، مدام شريهان. دي زباين كانت يوميه. كانوا يوميا، لو ما جاش بالتليفون يعمل السير كوماند ويروح له البيت. لذيذ ده يوميا، زمن جميل، وكان التليفون موجود. وعدني بقى انك تحافظ على المكان القديم الجميل ده، وتحافظ على ريحه الزمن الجميل والذكريات الجميله. بص انا بوعدك، لاني انا علمت الاستاف بتاعي وولادي وكل الموجودين معايا في التيم بتاعي، احنا معانا تيم كبير جاهز ان هو يعمل الكلام ده، وان شاء الله نوفي بوعدنا ونقدر نعمل كل حاجه حلوه. المكان يعني ايه، مش محتاج ان هو مش محتاج تطوير بعد كده خلاص، الحمد لله نحافظ عليه فور ناو.
ما اعرفش الجيل الجديد، بس احنا لغايه ما نسلم. ان شاء الله. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. ميرسي لك جدا.